السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم متابعينا الأعزاء في قناة ماروك سيتي. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبداو، إذا كنت أول مرة تزور القناة، مرحبا بيك وسط عائلة كبيرة ديال عشاق المنتخب المغربي وكرة القدم. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش توصلك جميع الأخبار العاجلة والتحليلات الحصرية أول بأول، ودعمكم هو اللي كيخلينا نستمر ونقدم محتوى أفضل كل يوم. اليوم غادي نهضروا على إنجاز تاريخي جديد حققه المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2026. إنجاز كيأكد مرة أخرى أن الكرة المغربية وصلت لمستوى عالمي، وأن أسود الأطلس ما بقوش غير مفاجأة، ولكن ولا الجميع كيحسب لهم ألف حساب. المنتخب المغربي دخل مباراة الدور الثمن النهائي ضد كندا بعزيمة كبيرة، ومنذ البداية كان واضح أن اللاعبين داخلين باش يحسموا التأهل لربع النهائي. ورغم أن الشوط الأول كان متوازن، إلا أن المنتخب الوطني عرف كيفاش يفرض الشخصية ديالو، ومع بداية الشوط الثاني تبدلت المباراة بالكامل. عز الدين أوناحي كان نجم اللقاء بلا منازع بعدما سجل الهدف الأول بطريقة رائعة، وهذا الهدف فتح المباراة بشكل كامل. المنتخب الكندي حاول يرجع في النتيجة، ولكن الدفاع المغربي كان منظم بشكل ممتاز، والحارس كان حاضر في الوقت المناسب. من بعد رجع أوناحي وسجل الهدف الثاني وأكد التفوق المغربي، بينما جاء سفيان رحيمي وختم الثلاثية بهدف جميل زاد فرحة الجماهير المغربية داخل الملعب وخارجه. بهذا الانتصار الكبير بثلاثية نظيفة، المنتخب المغربي تأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، وواصل كتابة التاريخ من أوسع الأبواب. لكن الإنجاز موقفش هنا، لأن المنتخب المغربي حقق رقما عربيا جديد ما سبق حتى منتخب عربي وصل ليه في نسخة واحدة من كأس العالم. أسود الأطلس رفعوا رصيدهم إلى 10 أهداف كاملة خلال هذه النسخة. البداية كانت بتعادل مهم أمام البرازيل بهدف لمثله، ثم فوز على اسكتلندا بهدف دون رد، وبعدها انتصار مثير على هايتي ب4 أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع هولندا بهدف لمثله، وأخيرا الفوز الكبير على كندا بثلاثية نظيفة. بهذه الحصيلة المغرب حطم الرقم العربي السابق اللي كان مسجل باسم المنتخب الجزائري، واللي سجل 7 أهداف في كأس العالم 2014 بالبرازيل. هذا الإنجاز كيأكد القوة الهجومية الكبيرة ديال المنتخب المغربي، وكيبين التطور اللي وصلت ليه الكرة الوطنية خلال السنوات الأخيرة. وماشي غير هذا الرقم، بل المغرب أصبح كذلك أكثر منتخب عربي تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما وصل إلى 30 هدفا خلال مشاركاته في 7 نسخ من المونديال. وزاد المنتخب المغربي إنجازا آخر كيستحق الافتخار، حيث ولى أول منتخب عربي وإفريقي يقدر يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين، بعدما سبق له وصل لنصف النهائي في مونديال قطر 2022، والآن كيكرر التألق في نسخة 2026. هذه الاستمرارية ما جاتش بالصدفة، ولكن هي نتيجة عمل كبير وتخطيط محكم وثقة كبيرة في اللاعبين والطاقم التقني، إضافة إلى الدعم اللامحدود ديال الجماهير المغربية اللي كانت دائما السند الحقيقي للفريق الوطني. ودابا المنتخب المغربي غادي ينتظر الفائز من المواجهة القوية بين فرنسا وباراغواي باش يعرف الخصم دياله في الدور الربع النهائي. بغض النظر على اسم المنافس، المغاربة كاملين عندهم الثقة في أسود الأطلس، لأن هذا الجيل أثبت أكثر من مرة أنه قادر ينافس أكبر المنتخبات العالمية وما كيخاف من حتى منتخب. الجماهير المغربية اليوم كتعيش لحظات تاريخية وفرحة كبيرة كتذكرنا بالأيام الجميلة ديال مونديال قطر، ولكن هذه المرة الطموح أكبر، والجميع كيحلم يشوف المغرب يصل لأبعد نقطة ممكنة في البطولة. شنو رأيكم أنتم؟ وش المغرب قادر يتأهل لنصف النهائي مرة أخرى؟ وشنو توقعاتكم للمواجهة المقبلة؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، لأن رأيكم كيهمنا بزاف. وإذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش ديروا لايك باش يصل لأكبر عدد من الجماهير المغربية، وشاركوه مع أصحابكم وعائلاتكم. والأهم، إذا ما زال ما اشتركتوش في قناة ماروك سيتي فهذا هو الوقت المناسب. الاشتراك مجاني وما غادي يكلفكم حتى حاجة، لكنه كيشجعنا نستمر ونقدم لكم آخر أخبار المنتخب المغربي، التحليلات، المستجدات، وكل ما يتعلق بكرة القدم المغربية أولا بأول. شكرا جزيلا على ثقتكم ودعمكم المتواصل، ومرحبا بكل المشتركين الجدد في عائلة ماروك سيتي. نتمنى تشجعونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش نبقاو ديما معاكم بكل جديد.
إلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.